السلام عليكم. جايب لكم سعر من الأسعار الغريبة هذه الأيام دي يا جماعة. زي ما انتم شايفين بيتزاية عادية، يعني من محل بيتزا عادي، مش من البيتزا بأنواع الفخرة الجامدة أوي دي ولا بتاع. لأ، بال بالسجق، عشان أنا بحبها بالسجق يعني. فقلت أهو تغيير، لأن إحنا بنتسحر 30 يوم، وطبعا الواحد برضو انا ما باكلش عن كل انواع الجبن، فسحوري دايما يا في شويه فول، شويه بيض، مثلا بطاطس مقليه. فاهو بحب برضه انوع، عشان الواحد برضه 30 يوم بيتسحر فبيزهق من يعني الحمد لله ده خير ربنا كتير يعني. مش بزهق يعني، برضه بيبقى فيه يعني اهو عايزين نغير بس شويه. فقلت اجيب واحده اتسحر بيها، يعني اجيب بيتزاية، وانا ما جبتش بيتزا من زمان فما اعرفش الاسعار اخبارها ايه. تخيلوا دي سعرها كام، البيتزاية دي سعرها كام. ونفسي والله تدخلوا يا جماعه وتقولوا عندكم في المناطق بتاعتكم. اصل انا في منطقه عاديه، يعني مش منطقه معرفش ايه، لا منطقه عاديه جدا. تخيلوا دي سعرها كام. مش هتصدقوا، صح؟ دي ب60 جنيه. بيتزاية صغيرة، حجم صغير، مش وسط ولا كبير. احنا الراجل عنده وسط وكبير وصغير، دي حجم صغير. تخيلوا دي ب60 جنيه. فأنا لما بجيب الحاجة وبقالي فترة ما جبتهاش مثلا، وبلاقي السعر وكده، أو بجيب أو حاجة حتى لو جايبها قريب برضه وسعرها، لا، سعرها غريب جدا. هل أنا، يعني هل السعر ده عادي طبيعي؟ يعني لو دي اتباعت ب40 جنيه، هيبقى صاحب المحل خسران مثلا ومش هيبقى كسبان فيها؟ ده اللي أنا نفسي أسمعه منكم يعني. يا ريت يكون في تعليقات وتقولوا. يا ريت لما تكون في ستات بتعمل البيتزات دي في البيت وتعرف التكلفة تقول مثلا لا دي تكلفتها كذا. لكن أنا فعلا ما جبتش بقالي فترة بيتزا من زمان، لأن بينه الواحد برضه دلوقتي، لا أنا بحب أكل البيت أحلى بكتير من أكل بره الصراحة. فأنا فوجئت، إيه ده يا سنة بيضة، بيتزا ب60 جنيه وحجم صغير. ليه خير؟ إيه اللي حصل فيه إيه؟ ومش بحاجة، ده بالسجق يعني. احنا عارفين السجق ده بيتعمل ازاي ومصدره ايه يعني. يعني مش بفواكه البحر زي ما بنسمع، ولا مش عارف بايه والحاجات اللي بيقولوها دي، ولا بالجمبري. انا ما بحبش الجمبري خالص طبعا، معرفش ليه. المهم يعني، فانا لما جبتها فوجئت. بس انا بصور عشان كده يعني، ليه مش تقولوش بقى وكل شويه بيصور حاجه؟ مش بصور عشان اعرفكم الاسعار، واشوف الاسعار وصلت لفين، واوريكم الطمع والجشع بتاع الناس. وهل دي فيها طمع وجشع، ولا انا كده ظلم الراجل، ولا ظلم، ولا في ايه؟ يعني هل لو باعها ب40 جنيه زي ما بقول مش هيبقى فيها مكسب ليه كويس؟ معرفش والله، نفسي حد يقول لي يرد عليا. هل لو باعها ب40 جنيه هيبقى مفيش مكسب ليه؟ الله اعلم. مش عارف، بس انا حاسس ان لا، 60 جنيه على بيتزا زي دي كتير جدا، كتير قوي قوي يعني. فيا ريت تشاركوني وتعرفوني انا كده يعني بتجنى على الراجل ولا ايه، ولا هو فعلا في طمع وجشع زيادة ولا ايه. لكن تقول لي بتزاي زي دي بشوية سجق وقطاية على فلفلاية على ما اعرفش ايه، تبقى ب60 جنيه؟ ولا الحجم الوسط ده والحجم الكبير هيبقى سعره كام لما الصغيرة دي ب60؟ ففعلا يعني انا بفاجئ والله. انا مش في دماغي ان انا اصور حاجه زي كده، بس انا لما بلاقي السعر كده بصور عشان تشوفوا السعر والاسعار معايا شكل، عشان تشوفوا الاسعار وتشوفوا معايا الاسعار وصلت لفين فعلا. يعني الواحد بيستغرب على السعر يعني. ليه دي تبقى ب60 جنيه؟ ليه خير؟ فانا بس بحب اشارككم الاسعار الغريبه بتاع الايام دي والغلاء الفاحش. وبرضو مصمم على فيه طمع وجشع. هتقولوا لي امال فين؟ لا، الدوله مقصره في محاربه غلاء الاسعار. انا قلت ان الكلام ده في كل مره. الدوله مقصره تماما وما عملتش اي دور في محاربه الاسعار وغلاء الاسعار الفاحش ده. وزي ما قلت الغلاء ده ليه 3 اطراف.
أولا تقصير الدولة في محاربة الغلاء، ثانيا طمع وجشع التجار، ثالثا الغلاء العالمي اللي ده لازم نفتكره دايما وما ننساهوش. والله الغلاء في كل مكان على فكرة، في العالم كله، وفي ناس بتعاني كتير قوي واكتر منا كمان، مش احنا بس لوحدنا مصر اللي بتعاني من الغلاء ده، لا، لكن هم اصحاب السوء هم اللي مصورين ان الغلاء ده في مصر بس، وان الدولة هي اللي مش عارف ايه والرئيس ايه. لا لا لا، ده دول ضلالية دول، اللهم اني صايم، دول ضلالية. لكن احنا بنتكلم على ان فعلا في غلاء عالمي. فانا ما اعرفش، انا قلت اصورها بس واوريها لكم، يعني هل دي فعلا يعني 60 جنيه دي غالية قوي زي ما بقول وطمع وجشع، ولا هي كده سعرها معقول عشان مكسب التاجر المحل يعني، ولا ايه؟ مش عارف والله. يلا، ربنا يهدينا جميعا وربنا يسترها معانا ويخرجنا من الأزمة دي على خير، والأسعار ترجع معقولة تاني زي الأول عشان ما يبقاش في معاناة. لكن الخير كتير والحمد لله. وزي ما قلت الحمد لله، المصريين عمرهم ما هيجوعوا أبدا، زي الأخ ما كان بيقول، المصريين عمرهم ما يجوعوا وبياكلوا وبيشربوا زي الفل. وتعالوا شوفوا في رمضان الحمد لله المحلات شكلها ايه، والزحمة اللي هنا وهنا وهنا. بس اللهم احفظ مصر من كل سوء، وجنب مصر الفتن ما ظهر منها وبطن، واحقن دماء المصريين في كل مكان يا رب، وخرجنا منها على خير. وإلى أن نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.